السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة، واحد عملية سرقة غريبة ما غتخطرش لك على بالك، بكثرة ما هي بسيطة وذكية في نفس الوقت. واحد السيد في درب عمر داو ليه المحل ديالو كامل، قشطوه ليه ما خلاو ليه ريال. وكيفاش بحالاش تسرقوه غادي تكتشفوا معايا اليوم. كيفاش واحد جوج شفارة كيفاش حتى يعني قدروا انهم يقشطوا للسيد المحل ديالو، ما خلاو ليه 4 ريال، داو ليه كاع الفلوس اللي كاين في المحل. والطريقه كيفاش داروا ليها واحد الطريقه اللي هي ذكيه بزاف. المهم القصه هذه وقعت في درب عمر في الدار البيضاء، وتقريبا غتكون ازيد من 20 سنه فاش وقعت، لان القصه قديمه شويه. ولكن الطريقه كيفاش تسرق هذا السيد هذا واحد الطريقه اللي هي صراحه طريقه بسيطه جدا ولكن ذكيه، ونتمنى ما يطيحش فيها شي واحد. ومن هاد القصص هادو رانا كنستافدوا عبر ونستخلصوا بزاف ديال الحوايج باش ما نطيحوش حنا في نفس المشكل، وحتى نتوما ما تطيحوش في نفس المشكل. واي واحد سمع هاد القصه هادي يبارطاجيها مع الناس اللي كيعرف. الوقت دابا الوقت صعيبه وما خصكش دير الثقه، لان ملي كتسمع بحال القصص هادو تيخلوك انك يعني ترد البال مزيان. المهم القصه وما فيها هو انهم واحد جوج شفاره كانوا مستهدفين واحد البياع وشريه في درب عمر. يعني كانوا كيجوا كيعسوا عليه في الصباح في العشيه، دوزوا معاه واحد المده اللي هي يعني اكثر من سيمانه، وكيدرسوا التحركات ديالو، الانتقالات ديالو، معاش كيفتح معاش كيسد. بغاو يشوفوا الطريقه كيفاش غادي يدخلوا ليه. يعني السيد كيفتح يعني مع الصباح اللي الوقت كتكون عامره، كيسد واحد الوقت اللي هي كتكون الناس عامرين. يعني الطريقه كيفاش كيدرسوه كيفاش غادي يدخلوا يشفروا ليه المحل. المهم هاد الشفار هادو من بعد ما درسوا جميع التحركات ديال هاد التاجر هذا، معاش تيدخل معاش كيخرج، امتى تيخدم، امتى كيفتح المحل، امتى كيسدو. يعني السيد كيخدم السيمانه كامل، كي يتغدى في المحل، الفطور كيفطر في المحل، الغدا كما قلت لكم كيتغدى في المحل، وكاسكروط كيدير كاسكروط في المحل، كيسد مع المغرب وكيمشي لدارو. كيخدم الاثنين ثلاث الاربعاء الخميس، كيخدم السيمانه كامل ما عدا الحد اللي تيجلس فيه. ونهار الجمعه كيمشي كيصلي الجمعه وكيرجع كيفتح المحل ديالو. يعني السيمانه كامل تيكون في المحل ديالو من غير يوم الحد. وقرروا هاد الشفاره هادو انهم ينفذوا العمليه ديالهم نهار الجمعه بالضبط مع صلاه الجمعه. والطريقه كيفاش هي اللي غادي تكتشفوا معايا دابا. المهم نهار الجمعه بالضبط قربت الصلاه بواحد نص ساعه، بقاو مقابلين هذاك التاجر متى غادي يسد المحل ديالو. كانوا قراب منه، غير قرب انه يسد المحل ديالو مشاو لعنده هما جوج. مشاو لعنده، السلام عليكم، كي داير الحاج؟ بخير لاباس، الله يجازيك بخير، حنا راه برانيين هنايا بغينا ندخلوا نصليو، الا كان ممكن تخلي عندك هذا الصاك هذا. عندهم واحد الصاك ديالهم، واحد الصاك ديال الشمال، واش ممكن تخلي عندك هذا الصاك هذا نمشيو نصلوا ونرجعوا وعطينا الصاك ديالنا. ما بيناش ندخلوا معنا الجامع حيتاش كبير شويه، ما بيناش ندخلوا للجامع وخفنا عليه نخلوه في شي بلاصه هنايا. الله يجازيك بخير، خليه عندك، نخرجوا من الجامع عطينا الصاك ديالنا. السيد شد الصاك، دخلوا المحل، طرق المحل، جبد واحد السطيله ديال الماء كيتوضا، وقال لهم واش نتوما موضين؟ قالوا ليه لا. جبد لهم الماء، توضاو معاه، مشاو للصلاه مجموعين. حتى لهنا كل شيء مزيان. مشاو دخلوا للجامع، صلاو، خرجوا من الجامع، بداو سيدي كيتسناو حدا الجامع حتى خرج السيد. وجاي مجمعين، نتوما منين؟ انا من هاد البلاصه فلانيه، انت هنا بلاصه هادي. بقاو مجمعين جايين مجمعين حتى لعند المحل. لحقوا لعند المحل، فتح السيد المحل، هز الصاك ديال الناس، عطاهم الصاك، شدوا الصاك ديالهم وما يمشيو. مشاو حتى لهنا كل شيء مزيان. فتح السيد المحل ديالو، خرج ديك السلعه ديالو، بريزونطا داكشي عاوتاني، دخل المحل، غير جلس فوق الكونطوار، كيلقى الفلوس ما كايناش. قشطوا ليه المحل، ما خلوا ليه 4 ريال في المحل، داو غير الفلوس. والسيد تما فين كيحط الفلوس في المحل، تما فين كيخزن الفلوس، يعني عنده بلاصه فين كيخزن فيها الفلوس. يعني درسوه مزيان، عرفوا جميع الحيتيات ديالو. السيد تصدم، ما لقى 4 ريال، جميع الاموال اللي كانت عنده في المحل داوها ليه.
السيد ما فهم والو، كيفاش تشفر وبحالاش الله اعلم. رجع للكاميرا مباشره، بغى يشوف هاد يعني شك هو، لان من بعد ما خرج من المحل حتى رجع ما دار حتى شي خطوه اخرى من غير انه دخل الصاك ديال الناس للمحل. من بعد ما رجع للكاميرا لقى واحد السيد هو اللي هز الفلوس ورجع للصاك. دي شدوا واحد الدري صغير، واحد يعني دري غتكون عنده بين 10 سنين و14 سنه، يعني مدرب مزيان، جالس في الصاك يعني مقرض، جالس واحد الجلسه اللي ما غاديش يتحرك فيها بزاف، يعني الصاك مغلفينه بواحد الحاجه اللي هي قاصحه باش ما يبانش هذوك التحركات ديال داك الشخص، ومهوي الصاك ودير لهم واحد السلسله من الداخل. فتح سيدي هذاك الصاك وخرج ومشى حتى نفذ العمليه ديالو ورجع للصاك، هو يسدو عاوتاني بالسلسله وبقى جالس في بلاصتو حتى جاو تفتح السيد المحل وهز الصاك وعطاه لمواليه. العمليه كيفاش تنفذت؟ بهذه الطريقه هذه، دري وسط الصاك هو اللي دار هذه العمليه ديال السرقه، واحد الطريقه اللي هي بسيطه وذكيه في نفس الوقت اللي ما تخطرش على شي واحد. ونتمنى انكم تستافدوا من هذه القصه هذه، ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.